مساء الفل عليكم. هعمل معاكم النهارده بطاطس بالفراخ والبشاميل اللي تجنن. طريقتها سهله قوي، صنف لذيذ قوي على سفرتك وهتشرفك في اي عزومه. هنعرف التوابل المظبوطه للفراخ اللي تطلعها معاكي طعمها مميز جدا، وهنعمل اسهل طريقه للبشاميل وطعمه بيطلع في الاخر رهيب بجد يا جماعه. يلا بسرعه نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. بس قبل ما نبدا اي فيديو، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. هنحتاج اول حاجة بطاطس. انا استخدمت 4 بطاطسات حجمهم وسط، قشرتهم وغسلتهم كويس جدا وقطعتهم بالسمك ده، اللي هي رفيعة واللي هي سميكة. وبدأت اتبل البطاطس بشوية ملح وفلفل اسود، وبدأت اقلب التوابل كويس قوي على البطاطس. وبعد كده حمرتها في زيت غزير سخن بالشكل ده. انا هطلع البطاطس لونها ذهبي، يعني مش بغمق لونها قوي. اهي بدأت تحمر من ناحية، قلبتها على الناحية التانية لحد ما خدت اللون الذهبي ده. صفيتها كويس قوي من الزيت، وبعد كده خرجتها على طبق. انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة، وهوريكم كل الكمية في الاخر. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او على التيك توك. انا هنا خلصت الكمية كلها. دلوقتي هبدأ اجهز الفراخ. رفعت طاسة على النار ونزلت فيها بمكعب زبدة واول مساح. كنت مقطعة صدر فرخة، طبعا غسلته كويس جدا وقطعته مكعبات صغيرة، ونزلت بيه على الزبدة وشوحته كويس لحد ما لونه اتغير للون ده. نزلت عليه ببصلاية متوسطة كنت مقطعاه صغير، وبدأت أشوح كويس البصل مع الفراخ. ونزلت عليهم بربع معلقة توم مفروم، وكملت تشويح. وبعد كده نزلت بفلفل ألوان أصفر وأحمر وأخضر، وقلبت تاني كويس جدا كله مع بعضه. نزلت عليهم بالتوابل. التوابل اللي استخدمتها هي ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنة وبهارات فراخ ورشة خفيفة من السماق. قلبت كله كويس جدا لحد ما الفراخ اتغلفت كويس كلها بالبهارات بالشكل ده. واخر حاجة نزلت بيها هي نص كوباية مية، وغطيت عشان الفراخ تكمل سواها. وده كده كان شكل الفراخ بعد ما استوت. كده خلاص بقت حشوة الفراخ جاهزة معايا. شكلها وريحتها كانت رهيبة. هنا كنت بجهز البشاميل. رفعت حلة على النار فيها 3 كوبايات لبن بارد، كان اللبن لسه طالع من التلاجة. دوبت فيه معلقتين كبار، معلقتين من بتوع الاكل مليانين معالق هرمية دقيق، ودوبت كله كويس على البارد. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين قشطة كبار، ومكعب مرقة دجاج، ومثلثين جبنة. لو ما عندكيش مثلثين جبنة ممكن معلقة جبنة كريمي، اي نوع جبنة كريمي موجودة عندك نزلي بمعلقة كبيرة. والبهارات ملح وفلفل اسود. وقلبت كويس جدا، ما بسيبش الخليط خالص لحد ما تقل وبقى بالقوام ده. كده انا بدأت اجهز صينية البطاطس. جبت البايركس او اي صينية عندك. اول حاجة نزلت بيها بالبشاميل، وبعد كده طبقة من البطاطس. وبعد كده بدأت احط حشوة الفراخ. رشة جبنة موتزاريلا. طبقة كمان من البطاطس. هنزل بالبشاميل على الوش. كده تمام قوي. واخر حاجة رشة جبنة موتزاريلا.
طبعا كلنا عارفين ان كل حاجة مستوية. انا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هدخل الصينية رف اوسط على الشبكة، يا دوب الجبنة بس تسيح، تكون البطاطس تماسكت مع بعض. اشغل لها الشواية، هتاخد اللون الذهبي المظبوط وهتشوفوها دلوقتي. هتطلع معاكم بالجمال ده. بجد يا جماعة من الاكلات الحلوة قوي واللي بتعجب كل اللي بيدوقها. ريحتها بجد كانت قلب البيت، حلوة قوي وجوسي جدا. فين شكلها من جوه عامل ازاي، والطبقات على بعضها رهيبة. البطاطس اخده من طعم الفراخ، التوابل اللي في الفراخ مظبوطة جدا، مودية طعمها في حتة تانية خالص. ميكس البطاطس مع البشاميل مع الفراخ تحفة. البطاطس مستوية جدا، مش محتاجة اي حاجة تانية جنبها غير عيش وسلطة ومخلل، بس على كده. رهيبة يا جماعة. ودي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير بأفكار كتير جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. وأخيرا ما تنسوش اللايك والشير.